التشكيل المحتمل ديال غدا اظن بان باها غيلعب ب4 2 3 1. علاش؟ غيحاول ياسيرو اللعب ديالو ما يتلقاش اهداف. الا خلى هاد لالين ديال الدفاع ب4 السعيدي والخلفي هو غيلعبوا كلاعبين ارتكاز بجوجهم. الداودي والعواد غيلعبوا كأظهرة وهمية، ووزان غيكون وسطاني على اللاعب، فيما بها يكون بوانت، يعني هو قلب الهجوم. الداودي وعواد غيلعبوا كأظهرة وهمية، فيما كتكون عندنا كرة كيساندو، ومع وزان أيضا غادي يساندو على وزن يلعب كنفي دمي وسط ميدان هجومي. السعيدي والخلفي كانوا كما شفنا المقابله الماضيه ديما ديك الدوزيام بالو كتكون فراب للشبكه وكنا نقدروا نسجلوا منها. هذا هو الاحتمال اللي كيبان لي بان باغي يلعب ب4 2 3 1. نتمناو يكون تاكتيك اللي في المستوى. لا اظن بانه غتكون باش غنلعبوا 5 3 2 خصوصا في الشوط الثاني في المقابله الماضيه درنا 5 3 2 وحنا قبلنا اللعب ديال المنتخب الياباني مما اثر علينا بشكل سلبي. انا دائما ما كنتفقش مع فريق باش ترجع للور وتستقبل اللعب. شحال قدك تبقى تستقبل، خصوصا هاد اللاعبين ديال الله بادين في كارير ديالهم